تشكيلة الأهلي أمام المصري البورسعيدي المتوقعة اليوم الجمعة في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني أو عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد. في خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور وأليو ديانج. في خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي ورضا سليم. يغيب عن المواجهة اللاعب مروان عطية بسبب حفل زفافه، واللاعب خالد عبد الفتاح بسبب طرده في لقاء بيراميدز الأخير. الأهلي يدخل المباراة بعد انتصار مثير على نادي بيراميدز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، وكان قد فاز أيضا في مباراة الذهاب بهدف دون رد على أرض بيراميدز. يحتل الأهلي حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 3 وخسر مباراتين، بينما يأتي نادي بيراميدز في الصدارة برصيد 68 نقطة. من جانبه يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 52 نقطة من 30 مباراة، حقق الفوز في 15 منها وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مباريات. مع التمنيات للنادي الأهلي بالفوز،